منين انت يا ودرت تجاوز؟ بعترها. حياك ابن عمي. غرفة اوتيل لليلة ارخص من ساندويتش برجر وفطور كمان. المغرب سميتها تمورت. رايحين للمتحف الامازيغي، بعدها رايحين هنا ازرو يا صادق. السلام عليكم. ما زلنا يا غوالي في رحلة البحث عن الشلال. بعد 4 ساعات في الغابة اكتشفنا انه السلام عليكم. نحن من آزرو. إنها بلد جميل، وهذا الرجل عنده قناة جميلة جدا. ولاد عمي ربي يسعدكم بصباح جديد. امبارح نمت بأوتيل لالونا. لالونا يا لالونا. تخيلوا لي شكل الغرفة، هي مرتبة مبدئيا، أشياء عادية. إنها بني ملال يا سادة. امبارح طلعنا من الشلالات، وصلت لمدينة بني ملال. بصراحة كنت تلفان، طريق أخذ تقريبا 4 ساعات من الشلالات لبني ملال، وباقيلنا من بني ملال لأفران 4 ساعات كمان. فالمخطط كالآتي: اليوم حابقى بني ملال اتفرج عليها، دلوني على أماكن حلوة بالمدينة، وبكرة بنكون بإفران. اذبح. أيامنا بالمغرب ضروري ناكل فطور مغربي. الفطور المغربي اساسي فيه المسمن الصبح. بصراحه هي ما بعرف شو اسمها، اللي بيعرف شو اسمها يخبرنا. شو هي؟ ما عرفت، نكهتها خفيفه كتير والله. شوفوا هالمنظر من امبارح، كله من بعد شلالات أوزود. شلالات أوزود مع رمل أكادير. اذبح. الله يعين يلي بده يغسلك. لسه جوا فيلم تاني. ولاد عمي نحن هلا بمدينة بني ملال. مدينة بني ملال سكنوها قبيلة بني ملال وتسمت على اسمها، واحدة من أكبر القبائل الأمازيغية بهي المدينة. قبيلة بني ملال والقبائل الثانية قرروا يعمروا سور حوالين المدينة، ويعمروا مناطق يحموا فيها المدينة اللي بتوقع بسفح الجبل. فواحد من الأماكن يلي عمروها هو قصر عين أسردون، يلي هلا نحن رايحين لنشوفه. شوفوا لي القلعة هنا بني ملال يا سادة. بخاف. انت ماشي من هنا؟ لا مش من المغرب. سوري. سوري. اوكي. باسكو ديك لو طابلو لافا تاع الفرنساوية، بكون يقولوا فرنسا. كله بالفرنسي. المكان كتير حلو من هون الإطلالة بصراحة. حفوت لجوا القصر أو القلعة نشوف شو فيها. ما شاء الله شوفوا منظر القصر هيك احنا ونازلين منه. انا باقيلي يا حبايب القلب 3 ايام بالمغرب، فعملت اتصالاتي يمين ويسار اصدقائنا هيك، قالوا لي لازم تطلع من بني ملال اليوم مشان تقضي لك يوم واثنين بأزرو وبفران. فهلا متجهين على السريع وفورا الى أزرو. فتحت لدور قبل ما انزل من القصر على مكان نام فيه بأزرو، اللي صار انه انا لقيت تجربة فريدة جدا. تابعوا معي لنوصل لأزرو بحكي لكم شوية. شوفوا هالمنظر ما شاء الله. هلا طلعنا من بني ملال، ما صار لنا زمان هيك ثلج على الجبال.
حبايب القلب بدي ادور لي على شي كافيه فيها هيك اطلاله حلوه نشرب فيها اتاي ونكفي. شوفوا ما شاء الله منظر التلال. ولاد عمي نحن هلا على مدخل الخنيفرة، بس يا حبايب القلب اجا الغروب وحيروح الضوء، فشكلي بدي ادعس شوي واستعجل. لا 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 لا. هاي بعترهن. إذا أنت الحكومة قلت لنا اعترفوا، نحن الشعب لازم نعترف. هلا بيوقفنا الحاجز. احترامات السيدي. بعترف. انا اعترافكم المعترف. يعني انت بتعترف؟ اخر شيء بعترف كيف ما بعترف؟ سألت الحكومة قلت لنا اعترفوا، نحن الشعب لازم نعترف ولا ما بنكون شعب؟ الله شو بخليك اعتراف؟ السلام عليكم. منين نتايا؟ من سوريا. مرحبا. فين غادي؟ الى الناظور. راك جاي بسرعة، مع العلم انك تجاوزت ليه عندك 85 السرعة وليد 60 عوض 60. ودرت تجاوز. هناك إشارة قبل ما دوبل كنفل الدرجة عليك. كنفل الدرجة يلا. راه عندنا السوريين بزاف هنا دايرين الكباب ودايرين وأكادير. عندي أصدقاء كمان أكادير، فاس، تطوان. يوتيوب فين؟ لا فين عايش دابا. خطير. عايش جوا. قال له فيه باش تيجي للدفع يوقف الراس كله. فين عايش؟ في ألمانيا؟ زوين. زوين السويد. انت وليتي سويدي دابا. ما يعطيوكش عربي الا هضرتي. لا اذا ما هضرتيش بالعربيه ما يقولوش راك عربي. صح. شو عينيك خضار زوين. شنو نكيدوها ولا بلاش؟ بلاش. ابن عمك انا. مرحبا. ربي يحفظهم. شرفت فيكم. مرحبا. احترامات السيد. مرحبا. ياك ولك هدول ولاد عمي المغاربة هدول داخلين لربهم. في أطيب من هيك حكومة وشعب. حي الله ولد عمي على راس المغرب وأهل المغرب. حبايب القلب انا هلا على مدخل مدينة ازرو، صرت حاجز غرفة اوتيل هون. قسما بالله اذا بتشيلوا رسوم يلي بياخدها موقع البوكينج يلي حجزت عليه، وبتشيلوا الضريبة اللي بده يدفعها هذا الاوتيل، وبتشيلوا رسوم البنك اللي بده ياخدها على التحويلات البنكية، بتطلع ارخص من برجر. غرفة اوتيل لليلة ارخص من ساندويتش برجر. هذا الاوتيل ارخص اوتيل بحجزه بحياتي كلها مو بس بالمغرب. صوتي بلش يخنق، ما هيك فرق علي الجو. هذا المكان بارد مقارنة بالمدن الثانية اللي كنا فيها. كل ما بلشنا نرتفع بالجبال اكثر كل ما برد الجو، خصوصا هلا بإفران في منخفض جوي. مشوا معي نشوف هالغرفة ونشوف هالاوتيل، نفهم شو الترتيب اللي صاير فيه.
ولاد عمي وصلنا الاوتيل العجيب. اول شي بقلكن يا الريسبشن فاضي وما في اي حركة، مع انه المكان يعني بلزق المدينة. تعالوا فرجيكم تحت. شايفين هي الاوتيل وهي المدينة هي اللي بجنبنا هون، وبنفس الاوتيل في بترول بامب. طيب هذا شكل الغرفة هون. والله مو بطال يعني، على السعر تبعه مو بطال ابدا. معه تدفئة، شراشف نظيفة. شوفوا برا كيف صايرة، ما بين معاكم شي على الفلاش. ها تعالوا فرجيكم الاوتيل من جوا. جاي لهون على هذا المطعم دلني عليه رفيقي حسن مغربي بالسويد. طلبنا هلا برجر وجنبه شوية معاي. الاوتيل العجيب، لا هي يحفظك يا طيب. تسلم. وفطور كمان. هذا الاوتيل فيلم تاني يا حبايب. بيجيب لك الصبح الأملو، الزيت، مربى، زيتون، خبز، اتاي، عصير، وكمان الاومليت، بس انا قلت له ما بدي اياها. كل هاد متضمن بسعر الغرفة. السلام عليكم، عم نصور بس. الاوتيل العجيب في أزرو. صباح الخير. اليوم يا حبايب ننزل لأزرو، رايحين للمتحف الأمازيغي، بعدها رايحين لأفران نعمل جولة بأحلى الأماكن فيها. رايحين نستكشف في جبال الأطلس. أرحب. الأجواء هون مبين على صوتي ما هيك باردة مقارنة بالمدن يلي كنا فيها. هلا أنا الشي اللي ما فهمته بإقليم إفران إنه ليش بيجيبوا دايما كاستين. من أول ما فت هذا الإقليم كل ما أطلب أتاي بيجيبوا كاستين. حبايب اللي عايشين هون خبرونا شو السبب. إنها أزرو يا صادق. يلا نعمل جولة صغيرة ومنكفي الأفران. شرفة. هلا يا حبايبي اللي صاير انه ممنوع التصوير جوا الغرف، بس عندكم جناح التراث الطبيعي، جناح التراث الثقافي، وجناح التراث الاركيولوجي هون والتاريخي. المتحف جميل جدا صراحة، فيه معلومات اكثر من اللي انا شفتها بالانترنت حتى وبحثت عنها. بنصح اللي بيجوا لهون يزوروه. السلام عليكم. السلام. انا عرفتها انا دابا فهمتها. 12. دابا فهمتها، كاينه بحال طاولة الزهر. شفت؟ عرفتها. لا يحفظك، تسلم.
ما زلنا يا غوالي في رحلة البحث عن الشلال. ما شاء الله. ما فين الشلال يا ابن عمي؟ وينه؟ مشى السلال نمشيو تحنا. حتى هنا ما في ماء. ها؟ في جفاف. جفاف. الله كريم. والله خاصنا بزاف ديال الثلوج والامطار باش يكونوا يخرجوا العيون ويخرجوا. حرام، وداب الربيع، الصيف ما جا. ولكن كل شيء ديال الله ما. سبحان الله. والله يا اولاد عمي للاسف الشديد بعد 4 ساعات في الغابة اكتشفنا انه منطقة الشلالات جافة. صوتنا ما عاد طلع. الله يعفو عنا. هون الشلالات، شوفوا آثار الماء واضحة بس ما في شلالات، جافة للأسف. حيط المسند هون كان معمول لحتى يوقف خد المي لتحت، محل ما كنا واقفين عم نحكي لكم عن الشلال. اخوي هون وقفوا لي ودوني معاهم بالطريق، الله يجزيهم الخير، فعم يشرح لي عن اسم المغرب. تفضل. المغرب سميتها تمورت. تمورت هي البلاد، بلد الله. تمورت نربي تمورت. تمورت من بعد المده ولات تمورت مروكو. هذاك الشيء باش يقولوا مروكو. وبالنسبه للغه العربيه حيت حنا جينا في المغرب. المغرب والمشرق. هذا التفصيل اللي كنا نقوله. صحيح. المغرب. وتمورت نربي هي ارض الله، ما ديال حتى شي واحد. الله يحفظكم. الله يجزيهم الخير، ودوني معهم بالطريق. رايح اخذ السيارة حبايب وانزل على افران شوف شي ناكله، بلش الجوع يضرب ضرب. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمح لي بوحدة مسمم. حياك ابن عمي، كيف صحة؟ بخير؟ بخير الحمد لله. كي يعجبني خبز تفرنوت. زوين. كنت في السوس بس في سيارة. هي موجود في سوس. يلا جيت من هناك. سوس. أقادير ورزازات تارودان. هات خضار؟ لا ما بغيت. ما بغيتي خضار؟ لا. بغيتي لحم برقوق؟ دجاج. ها؟ دجاج. كسكس انا والله. كسكس الجمعة. دجاج كاين مشوي على الفحم هكا، كاين محمر هكا. يلا دير لي محمر. هذا مرحبا. نصف. شكرا. بردت برا فصرت لجوا. هذا فاي. هيك بيكون غدانا لليوم يا حبايب. رز، بطاطا، دجاج مشوي، سلطة.